السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة عالم فوزية، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كيف ما عودتكم دائما مع الوصفات السهلة والبسيطة والاقتصادية. اليوم اقتراحنا غادي يكون حرشة اللي كتجي لذيذة بزاف. اللي ما كتصدقش ليها الحرشة دخل تفرج في هذا الفيديو هذا من الاول حتى الاخير، وان شاء الله هذه الوصفة غتولي معتمدة عندك وغادي تولي ان شاء الله كتصرعي الحرشة وكتنجح معك من اول مرة غادي تجربيها. غادي نحضروها اليوم بواحد المكون اللي كيعطي واحد المذاق اللي كتجي بنينه بزاف. يعني الحرشه هي معروفه الوصفه ديالها الاصليه، ولكن مره صراحه انا عزيز عليا نبقى نضيف ليها مره شي اضافات كيزيدوها بنه. فكيف ديما اخواتي ندوزو للطريقه، نحتاجو 4 الكيسان ديال السميده. السكر اللي كيبقى على حساب الذوق ديالكم، انا درت هنايا 2 معالق كبار عامرين ونص. الملح اللي كيبقى على حساب الذوق ديالكم، درت انا هنايا من نص ملعقه صغيره. نص كاس ديال الزيت، وكنبسبس هاد السميده هادي كامله. كنحاول ندخل فيها ديك الزيت مزيان. وحاولوا هكا ما تعجنوهاش، يعني غير بالرؤوس ديال الاصابع كتحاولوا تخلطوا حتى كتبسبسوها كتولي بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ واحد الكاس، غادي نقصو من هذا الخليط هذا، كاس عامر من هذا الخليط غنخليه على جنب هو باش غنقرص الحرشه ديالي. ديروا واحد الحفيره الوسط، ديروا كيس من السكر الفاني، خماره وحده ديال خميره الحلويات من وزن 7 غرام، واحد القبيصه ديال الخميره ديال الخبز. كنأكد غير قبيصه، الا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، ما تكثروهاش، حيت الا كثرتوا الخميره وخمرات ليكم غادي تولي بحال الخبز. كاس ديال العصير ديال البرتقال، ونص كاس ديال الماء عادي من الروبيني. بالنسبه لهاد الحرشه هادي الا حضرتوها بالبرتقال، بالعصير ديال البرتقال، صراحه كيجي فيها واحد المذاق خطير بنينه بزاف. يعني مرة هكا كيف ما قلت لكم نبدلوا الوصفة اللي موالفين كنحضروها. خليت الخليط حتى تشرب ليا واحد المدة ديال 5 دقايق. من بعد خديت المقله ديالي دهنتها بالزبده، ورشيتها بهذاك الخليط اللي نقصنا في الاول، هذيك السميده اللي نقصنا في الاول. صافي خويت الحرشه ديالي في المقله، بديت كندوز اليد ديالي من الماء مره الا بانت ليا كتلتصق من الماء ماشي من الزيت. وكتقرصوها وانتم كتقادوا ليها في الجوانب، تحاولوا تقادوا هكا مزيان باش ما كتجيكمش هكا مشقه من الجوانب. صافي بعد ما قاديتها عاودت درت عليها داك الخليط ديال السميده اللي تبقى ليا من الفوق، وكنحاول نوزعو وانا كنقرص، كنحاول نقادها مزيان. درتها فوق البوطه، العافيه اللي كتكون متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده. مره كندور المقله ديالي باش كتجي محمره من الجوانب. غير بانت ليا هاكا نشفت من الوجه ديالها، صافي عرفت بلي راه تحمرات من التحت. قلبتها وشوفوا معايا ما شاء الله كيفاش جات محمرة. جات هاكا مذهبة، اللون ديالها مذهب. داكشي علاش قلت لكم ديروا النار اللي تكون متوسطة، ما تكونش مجهدة، الا درتوها مجهدة غادي تحرق لكم، ما غاديش طيب. وبنفس الوقت ما ديروش النار اللي تكون مهيلة بزاف، غادي تقصح ليكم. يعني حاولوا ديروا النار اللي هي متوسطة. وكيف ما قلت لكم باش تجيكم هاكا محمرة كاملة، مرة بداو تدوروا هاكا المقلة ديالكم بهذا الشكل هذا. صافي عاودت دهنت المقله ديالي بالزبده ورديتها باش كتحمر ليا من الوجه الثاني. وهي الحريشه اللي شاركت معكم اليوم، شوفوا معايا ما شاء الله. اش غنعاود لكم، يعني ماشي كنشكرها لكم غير هكاك، ولكن جا فيها واحد المذاق ما نعاودش لكم. جات بنينه بزاف، وهشيشه مرمله من الداخل، ما جاتش معجنه، بالعكس جات هكا مرمله. وهذوك الحبات ديال السميده، يعني هذيك السميده بقات لينا هكاك كل حبه مع اختها، يعني ماشي جاتنا مداقصه ولا جاتنا معجنة بحال الخبز. لا، هانتوما غادي نقرب لكم باش تشوفوها، راها باينة كيف ما قلت لكم. غير الخميرة ديال الخبز كنأكد عليكم ما تكتروهاش، راه الا كترتوها غادي يخمر لكم الخليط ملي غادي تخليوه يتشرب. وبالتالي يعني غادي تحصلوا على واحد الحرشة اللي كتجي بحال الخبز، غادي تجيكم هكا، ما غاديش تجيكم مفرتة ولا تجيكم هشيشة، غتجيكم بحال شي خبزة. يعني حاولوا الخميرة ديال الخبز، انا راه كندير غير قبيصة وحدة. ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. المهم ولكن ما تكتروهاش. صافي كتقدموها هكا بالصحة والراحة مع الكونفيتير والفرماج الزبدة، كل واحد شنو كيبغي. كتقدموها بالصحة والراحة مع واحد الكويس ديال اتاي. صراحة جات بنينة بزاف بلا ما نبقى نشكرها ليكم. انا من كترت ما عجباتني بقيت من الاول ديال الفيديو انا كنقول لكم راه جات بنينة. صافي كيف ما قلت لكم كتقدموها بالصحة والراحة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتنجح معكم. بالنسبة للاخوات اللي ما كتنجحش ليهم الحرشة، كنتمنى إن شاء الله تجربوا هاد الوصفة هادي وتنجح معكم إن شاء الله. وكنتمنى منكم إلا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، التعليق الزوينة ديالكم، وبالبارطاج للفيديو باش كتزيدوا تشجعوني نزيد نشارك معكم وصفات أخرى. فتلقاو أخواتي في فيديو جديد ووصفة جديدة، مع السلامة.